السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد والمفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه رودي درايفر. التطبيق ده مساحته 38 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق امريكي بس تطبيق كويس جدا ومهم ومفيد جدا. التطبيق ده بيقدر يساعد الناس اللي هم شغالين في النقل والمواصلات ونقل البضائع. ولو حد شخص عادي حتى مع عربية ملاكي بيسافر بيها، فبيقدر يستفيد من السفرية بتاعته. بحيث ان انا دلوقتي شخص معايا حاجة عايز انقلها لبلد تانية، معايا مثلا شغل، معايا حاجة جبتها ونسيتها مثلا ان انا اجيبها معايا، حاجة مثلا عايز اجيبها من بلد تانية او من مدينة تانية. كانت ما كنت مثلا في مدينة تانية ونسيت الحاجة دي اجيبها وهي مع اصحابي او مع اهلي او مع جيراني او اي حاجة من الحاجات دي. فالتطبيق ده بيخلي الشخص اللي هو مسافر. انا دلوقتي مسافر من مدينة لمدينة، من القاهرة لأسوان، مسافر بعربية ملاكي بتاعتي. وفي شخص مثلا هنا في القاهرة عايز يبعت فلوس لحد، او عايز يبعت آه، اي حاجة، عايز يبعت موبايل لحد، عايز يبعت لابتوب لحد، عايز يبعت حاجة تقدر تتحمل او اقدر احملها في عربيتي الملاكي. فهو بيبعتها معايا في عربيتي الملاكي وانا بروح اوصلها للشخص اللي هو هناك، وبستفيد طبعا بان انا باخد منه نظير كده فلوس. بس الكلام ده بيكون محدد عن طريق تطبيق. ممكن انا دلوقتي في القاهرة وعايز انقل حاجة، بس الحاجة دي كبيرة شوية. الحاجة دي مثلا غسالة، الحاجة دي مثلا بوتاجاز، الحاجة دي مثلا تلاجة، الحاجة دي مثلا حاجة مش هقدر اخدها مثلا في عربية ملاكي. وانا دلوقتي سواق عربية نقل كبيرة ومسافر نفس المشوار، ومعايا مكان ان انا اقدر اشيل فيه الحاجة دي. فانا باجي واخد التطبيق طبعا بيتواصل مع اللي مسافر في الوقت ده ومع اللي عايز يبعت حاجة، ويقدر يقول له في مثلا حاجة هتتنقل معاك، هل متاح معاك؟ انا دلوقتي صاحب عربية اجرة، فانا بوافق بحيث ان انا اقابل الشخص والشخص بيجيب لي الحاجة واجي واخدها معايا في الطريق. نظير كده انا باخد فلوس او باخد اجر نظير الحاجة او الخدمة دي. فهي بتساعد الاشخاص اللي هم بيسافروا كتير، سواء بعربيات ملاكي بتاعتهم او بعربيات اجرة نقل. بتكون برضو فيها اماكن برضو ان هي تساعد حاجات تانية ياخدوها معاهم. وبتساعد برضو الاشخاص اللي هم عايزين يبعتوا حاجة. الحاجة دي مثلا حاجة واحدة، مثلا تلاجة واحدة، غسالة واحدة، تكييف واحد. مش هضطر ان انا اجيب عربية مخصوص مثلا تاخد لي مبلغ وقدره. لا، هو بتبقى اثناء العربية هي مسافرة، فهي بتاخد الحاجة معاها بالمرة. ونظير كده بدفع له برضو مبلغ قليل مش كبير قوي. فطبعا تطبيق كويس، تطبيق مهم، تطبيق مفيد. مشكلة التطبيق بس ان هو كله باللغة الانجليزية عشان هو التطبيق في امريكا. بالاضافه لان التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.